ولا حاجة بنا لأن ندخل في تعداد ممل وغير مفيد لكل أنواع التجارة التي تشهدها أسواق القاهرة، ونكتفي بذكر أهمها، وهي تجارة بيع القماش للألبسة، أو تجارة الألبسة الجاهزة، وتجارة بيع الأسلحة. ويعرف متعاطيها بالتاجر. يليه الجواهرجي والصايغ الذي لا يعمل إلا حسب الطلب على مصواته، والخردجي والنحاس والخياط والصباغ والرفة والحباك والعقاد والشبكشي صانع الببات، والعطار والدخاخمي بائع السجائر، والفكهاني النقالي بائع الفاكهة المجففة، والشربطلي والزيات الذي يبيع الزبدة والجبن إضافة إلى الزيت، والخضر والجزار والفران. تكثر في القاهرة دكاكين الطباخين الذين يعدون الكباب وغيره من الأطباق ويبيعونه، ولا يأكل الناس في هذه الدكاكين إلا مرات قليلة، ويرسلون عادة يطلبون ما يحتاجون إليه منها عندما لا يجدون الطعام في منازلهم. ويؤمن أصحاب المتاجر طعام فطورهم أو عشائهم من دكاكين هؤلاء الطباخين. وفي القاهرة دكاكين عديدة لبيع الفطاير، مفردها فطيرة، والفول المدمر. ويتردد أبناء طبقات الدنيا إلى دكان الفطاطري أو الفوال يسدون جوعهم. يتجول البائعون بأنواع المأكولات والخضار والخبز العيش في الشوارع يبيعونه، وتستوقفنا في الواقع أصوات هؤلاء البائع والمتجولين، ويطالعنا بائع الترمس مناديا: ساعد يا مبابي ساعد. ويفهم من هذا الدعاء على وجهين: فإما أن يكون مرفوعا لمساعدة الشيخ إمبابي، وهو ولي من أولياء المسلمون مدفون في إمبابة الواقعة على الضفة القريبة للنيل المواجهة للقاهرة، حيث يزرع في جوارها أفضل أنواع الترمس. وإما أن يحل ولي إمبابة بركاته على الترمس فيغدو ممتاز لذيذ المذاق. وقد ينادي البائع المتجول على ترمسه فيقول: ترمس إمبابة أطيب من الفستق والجوز. أو قد يقولب كلامه فيخرجه على الشكل التالي: طيب يا ابن النيل الصغير. ولا نسمع هذه المناداة الأخيرة كثيرا إلا في مدن القاهرة الأخرى وقراها، وهي تشير في الواقع إلى الطريقة التي يتم بها تحضير الترمس للأكل. وينقع الترمس في وعاء مملوء بالماء طوال يومين أو ثلاثة حتى يزول منه طعمه المر، ثم يوضع الترمس المحلى في سلة مصنوعة من أوراق النخل تعرف بالفرد، وترمى في النيل، ويترك فيه منقوعا لمدة يومين أو ثلاثة آخرين. بعدها يجفف الترمس ويؤكل باردا مع شيء من الملح. وتسمع بائع الليمون الحامض ينادي بدوره: ربنا يخففهم يا ليمون. وأما بذور البطيخ الأصفر العبدلاوي والبطيخ الأحمر فينادي عليها بائعها: يا مسل الضجران يا لب. وبكل بساطة يا لب محمص. وأما بائع الحلاوة فينادي قائلا: بالضفر يا حلاوة. ويقال أن بائع الحلاوة نصف سارق، إذ يعمد الأولاد والخدم إلى سرقة الحديد وما شابه من منازلهم ويعطونها للبائع مقابل حلاوته. وينادي بائع البرتقال: عسل يا برتقال عسل. ويستقي بائع الخضار والفواكه عبارة من قاموس مناداها عينه، فيستحيل على السمع معرفة ما ينادي عليه البائع في جميز عين. وتكون الفاكهة المنادى عليها أقل الفاكهة جودة، كما التين الجميز الذي ليس لذيذ المذاق كالعنب. ولبائع الورد مناداه مميزة جدا: الوردة كانت شوكة ومن عرض النبي ومن عرق النبي فتح. وتشير هذه المناداة إلى معجزة منسوبة إلى الرسول. وينتقل بائع الزهور بورد الحناء العطري للبيع فينادي: عطور الجنة يا ورد حن. وينادي آخر على نوع من القماش القطن تحوكه آلة يحركها فوق شغل الطور يا صبوي. يكثر في مصر السقاع، مفردها سقا، الذين يؤمنون لقمة عيشهم من تزويدهم سكان القاهرة بماء النيل بسبب ملوحة مياه الآبار قليلا. ويسحب السقاة مياههم خلال موسم الفيضان، أو بالأحرى خلال الشهور الأربعة من افتتاح القناة التي تجري في أنحاء العاصمة من القناة نفسها، ويجلبونها أحيانا من النهر مباشرة، فتنقلها الجمال والبغال في زقاق، أو يحملها الساقي بنفسه إن كانت المسافة قصيرة. ويتألف زق الماء الصغير المعروف بالري من كيسين كبيرين من جلد الثور. ويحمل البغل الكربة جلد الناعم، وقد يحملها السقا إن كان لا يملك بغلا. ويشتمل الري على 3 أو 4 قربع. ويعلو صوت السقا مناديا: ربنا يرزقهم. ومن يسمع الصوت يعرف أن السقا مر في الشارع.
ولا يربو ما يحصل عليه الصفقة مقابل كربة ماء يحملها من مسافة ميلين تقريبا على القرش. ومن السقاة من يروي بماءه وظمأ مرة في الشوارع القاهرة ويقعد أحدهم بالسقة شربة، وتكون كربته مزودة ببزباز نحاسي طويل، وهو يصب الماء في قدح نحاسي أو قلة خرقية للراغبين في شربة ماء. يلتقي الحمالون مفردها الحمال مع السقاة في المهنة ذاتها، وهم من الدراويش في معظمهم من الطريقة الرفاعية أو البيومية، ومعفيون من الفرطة. يحمل الحمال إبريقا نفيذا طينيا على ظهره، ويحمل كذلك قلة خزفية تحوي على ماء الزهر الذي يحضره من أزهار النارنج لأفضل زبائنه، وقد يدع أسلوب نارنج في بزباز إبريقه وتتدلى إلى جانبه محفظة صغيرة يسقط فيها ما يتبعه له الشاربون الغطاش، فيدفع له أبناء الطبقتين المتوسطة والغنية بين الفضة والخمس فضات مقابل جرعة ماء، ولا يحصل من الفقير على شيء البتة، أو قد يكتفي بقطعة خبز أو غيرها من ألوان الطعام يضعها في محفظته. ونصادف السقاة والحمالون أكثر ما نصادفهم في الاحتفالات الدينية كموالد الأولياء التي تجري في القاهرة وجوارها، ويدفع لهم زائر وضريح الولي في مثل هذه المناسبات مالا بيوزع الماء على المرة بمعدل قدح ماء لكل من يرغب، ويعرف هذا العمل الخير بالتسبيل، ويتم هذا العمل لراحة نفس الولي وفي احتفالات أخرى غير الموالد. ويسمح للسقاة بملء أباريقهم أو كرباتهم من سبيل ماء، ولا يطلبون مقابلا من كل الذين يقدمون لهم الماء، ويؤدون أغنية بسيطة بينما يوزعون الماء على مرة في الشارع، فيدعون العطاش إلى مشاركتهم في عمل الخير الذي يقدمونه لوجه الله كما في الأنعام التالية. يكثر في القاهرة الأشخاص ذوي الأعمال المشابهة لعمل الحمالي، منهم بائع العرقسوس الذي تحدثت عنه في فصل سابق. يحمل العرقسوس عادة جرة خفيفية حمراء تحتوي على عرق السود من جانبه الأيسر، ويسندها بواسطة طوق وسلسلة في قسم منها، وبذراعه الأيسر في قسمها الآخر، ويجعل بعض أوراق النخل داخل الجرة. ويحمل صناجتين من النحاس أو قدحين خزفيين يضربهما ببعضهما البعض. كذلك يحمل الشربطلي الزبيب لبيعه، ومن عادته أن يحمل وعاء الشيشة الزجاجي بيده اليسرى فيملأها زبيبا، وكذلك إبريقا من النحاس أو التصدير من المحتوى نفسه، إضافة إلى كؤوس زجاجية عديدة بيده اليمنى. وينقل الشربطلي على رأسه صينية مستديرة من القطير تزينها كؤوس زجاجية من التين المبلول أو البلح المبلول، ووعاء نحاسي أو خزفي يضم التين أو البلح عينه. وهو يحمل كذلك السحلب المصنوع من الماء والنشا والسكر المغلي مع رشة قرفة أو الزنجبيل فوقه، وقد يحضر السحلب كشراب فيغيب النشاء منه. والسوبيا وهي شراب محضر من بذور بطيخ العبدلاوي المرطب والمسحوق والموقوع في الماء المحلاوي والمحلى بعد تصفيته بالسكر. وقد تصنع السوبيا مع الأرز بدلا من البذور التي يتم بيعها بالطريقة عينها في أوعية كأوعية الزبيب. والفرق أن الكؤوس الزجاجية تكون موضوعة في وعاء تصديري ومثبتة إلى خصر البائع بواسطة حزام. ذكرت في مقطع سابق من الكتاب أن العديد من فقراء القاهرة يكسبون رزقهم بتنظيفهم البيبات، ويعرف واحدهم بالمسلكات الذي يحمل أسلاكا معدنية معه لهذا الغرض بثلاث أو أربع قصبات مجوفة تثبت بإحكام إلى كتفه، وتربط حقيبة جلدية صغيرة محشوة بقماش من نسالة الكتان للف رأس السلك الذي يتم به تنظيف البيبات إلى القصبات أو الأنابيب النحاسية. ولا يحصل المسلكات عامة على أكثر من نصف فضة مقابل كل بيبة يسلكه. يكسب السواد الأعظم من الجنسين من أبناء طبقات الدنيا في القاهرة وغيرها من المدن رزقهم بالتسول. ومن البديهي القول أن عدد اللابئ منهم محتالون أفاكون، وقد يرثى المرء لمنظر بعضهم ويتفطر قلبه أسا عليه، وهم يجمعون رغم حالتهم الرثة مالا وفيرا. وأكبر دليل على هذا التأكيد القصة التي شاعت منذ شهور قليلة، ومفادها أن فلاحا أعمى كان يتجول في شوارع العاصمة بمساعدة فتاة صغيرة هي ابنته، وكان الاثنان يسيران شبه عاريين دائما في الشوارع يتسولان. واعتاد هذا الفلاح كلب متسول تركي يوميا إلى منزله ليتعشى معه. وذات يوم غاب الفلاح المتسول عن منزله، وكانت ابنته موجودة،
وأعدت العشاء للمتسول التركي الصديق الذي جلس يأكل وحده. وحدث أن وقعت يد التركي صدفة على جرة محشوة مالا، فحملها بكل بساطة ودون أدنى تأنيب ضمير معه. وكان في الجرة 110 أكياس من المال، أكثر من 550 جنيها مصريا بشكل خيريات. والخيرية عبارة عن قطع معدنية صغيرة تساوي الواحدة منها 9 قروش. ولجأ المتسول المسروق إلى القلعة وأعاد ما أخذه السارق التركي منه، ما عدا 40 خيرية كانت السارق أنفقها. ومنع السارق من التسول ثانية. ونعجب إن رأيت الأطفال يسيرون عورة تماما في القاهرة، فلقد وقع نظري مرارا على فتيات بين 12 و20 من عمرهن أو أكثر، لا تستر أجسادهن سوى قطعة ضيقة حول أردافهن، يتسولن في شوارع القاهرة، ولا يعانين كثيرا من برد الشتاء القارس أو حرارة الصيف اللهابة، فهن اعتدن تقلبات الطقس منذ نعومة أظفارهن. وأما الرجال فيستطيعون إنشاء النوم في الجوامع، ولا يخدعنك منظرهم الرف أو أسمالهم البالية، فحالتهم قد لا تكون بقدر سوء مظهرهم، فهم شبه متأكدين من حصولهم على الطعام أو المال الكافي لتلبية حاجياتهم الملحة بفضل الصدقات التي يوضقها عليهم أبناء بلادهم. والعادة الشائعة بين التجار تناول طعامهم في متاجرهم، وإعطاء حصة من هذا الطعام لكل من يسألهم، ويشبع المتسولون عامة رغباتهم مساء بعد جمعهم المال نهارا بتدخين الحشيش المضر، فيقضون ساعات يخالون أنفسهم فيها أسعد الكائنات البشرية. ولا يطلق المتسولون في القاهرة العنان لأصواتهم وأدعيتهم إلا لربهم، فتسمعهم مثلا يدعون: يا رحمن يا رب، الله يا محسنين، لقمة عيش يا رب، يا من أنت كريم يا رب، أنا ضيف الله ورسوله. وأما مساء فيغيرون دعاءهم فيصيحون: عشان هدية منك يا رب. وليلة الجمعة يا ليلة الجمعة الفضيل، ويوم الجمعة بالذات يا نهار الجمعة الفضيل. وقد اعتاد متسول يمر من جانب منزلي كل يوم أن ينادي على النحو التالي: توكل على الله، لا إله إلا الله. ومتسولة أخرى تنادي: عشاء هدية منك يا رب، من يد مؤمن كريم شاهد على وحدانية الله يا أسياء. ولا يلقى المتسولون عامة على أدعيته، وهم كثر، فلا يستطيع المرء التصدق عليهم جميعا سوى ربنا يساعدك، أو ربنا يكون في عونك، ربنا يعطيك، ربنا يسعدك ويرزقك. ولا يرضيهم أي من هذه الأجوبة على طلبهم. وليس غريبا أن ترى في شوارع القاهرة المكتظة متسولا يسأل عن سعر رغيف عيش يحمله أحد المرة بعد أن يشتريه من بائع العيش. ويتجاوز بعض المتسولين خاصة الدراويش منهم في الشوارع رابدين مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضاربين الصناجات، وينتقل الدراويش بين القرى طالبين حسنة لوجه الله. ولقد رأيتهم شخصيا يركبون الأحصنة ويتسولون. ومنهم درويش رأيته مؤخرا على حصانه يرافقه اثنان، يحمل كل واحد منهما راية، وثالث يضرب الطبلة. وكان هذا المتسول يطرق أبواب الأكواخ يسأل عن الرغيفيش. ونشير إلى أن أهم الأعمال التي تشغل السواد الأعظم من المصريين خلال فئة بسيطة منهم هي الزراعة. تعتمد معظم الأراضي ذات التربة الخصبة على الفيضان الطبيعي السنوي للنيل، وتروى الحقول الواقعة إلى جواره وجوار القنوات الواسعة وغيرها من الأراضي، حيث يتم حفر الترع بواسطة الآلات المختلفة الأشكال. وأهم هذه الآلات على الإطلاق الشادوف، الذي يتألف من دعامتين من الخشب أو الطين والأسل أو القصف، ترتفعان نحو 5 أقدام وتتباعدان نحو 3 منها، مع قطعة خشب أفقية تمتد من السطح إلى السطح، تتدلى منها رافعة دقيقة في غصن شجرة تحمل في أحد طرفيها ثقلا معتمدا خاصة على اللوح. وأما طرفها الآخر فقد تدلى منه وعاء مستدير معلق إلى قضيبين نخل طويلين مصنوعين من حبال السلال أو من طوق وقطع محشوة صوفا أو جلدا، ويتم دفع المياه على ارتفاع نحو 8 أقدام في حوض مجوف لاستقبال تدفقها. ويستلزم الأمر 4 أو 5 شواديت مفردها شادوف في الأقطام الجنوبية لمنطقة الصعيد مصر العليا. وعندما يكون النيل في أدنى مستوياته حيث يتم رفع المياه إلى مستوى الحقول، ونجد في الواقع شواديف ذات رافعتين يحركها رجلان وعملهما مضمن شاق. وتعرف الزراعة المصرية بآلة تعرف الزراعة المصرية آلة أخرى هي الساقية، تستخدم للغرض نفسه، وتكاد تكون الآلة الوحيدة المخصوصة لري حدائق مصر. وتتألف الساقية من دولاب عمودي يرفع المياه بقدور فخارية مربوطة
بحبال مشكلا حلقات متعاقبة، كذلك من دولاب عموديتان مثبت بالمحور عينه بواسطة أسنان، إضافة إلى دولاب أفقي عريض مسنن يحركه ثوران أو بقرتان أو حيوان واحد يدير الدولابين السابقين والقدور. وتركيبة الساقية بدائية للغاية، وتحدث جلبتها فريرا مزعجا. يعرف الفلاحون المصريون إضافة إلى الآلتين المذكورتين آلة ثالثة هي التابوت المستخدمة لري الأراضي في مناطق مصر الشمالية. والغرض من التابوت رفع المياه بضع أقدام، والتابوت يشبه الساقية في بعض جوانبه. والفرق بينهما أن للأول دولابا كبيرا ذات إطار مجوف يهدف إلى رفع المياه بدلا من الدواليب ذات القدور. يلجأ الفلاحون في المناطق المصرية نفسها إلى وعاء يشبه الشادوف ذات حبال 4 معلقة إليه، والغرض منه رفع المياه من قناة إلى قناة التابوت. ويقوم رجلان يحمل كل واحد منهما حبلين من هذه الحبال برفع المياه بواسطة هذا الوعاء المعروف بالكتوة. وتقسم الأراضي في عملية الري الاصطناعية هذه إلى مربعات صغيرة موزعة إلى ضلوع ترابية أو أسلام. تستقر المياه المتدفقة من هذه الآلة في مربع أو ثلم على امتداد قناة أفقية. لا يتم حرث أراضي الري، وهي تلك المعتمدة على فيضان النيل الطبيعي لاستثناء بعض منها إلا مرة واحدة في السنة. وتزرع هذه الأراضي بعد جفاف مياهها قبيل نهاية شهر أكتوبر أو مطلع شهر نوفمبر بالقمح والشعير والعدس والفاصوليا والترمس والحمص، ويعرف هذا الموسم بالشتوي. وأما الأراضي الشرقية وهي المرتفعة فلا يطالها الفيضان الطبيعي وبعض مناطق الري بواسطة طرق الري الاصطناعية، فتنتج 3 محاصيل سنويا. علما أنه ليست كل الأراضي الشرقية مزروعة على هذا النحو. تندرج الأراضي النروية اصطناعيا في المقام الأول، فتنتج محاصيلها الشتوية وقد تمت حراستها في الفترة نفسها كما أراضي الري. ثم يليها الموسم الصيفي أو القيضي نسبة إلى القيض كما يطلقون عليه في المناطق الجنوبية. ويبدأ هذا الموسم قبل الاعتدال الربيعي أو بعيده، وتزرع الأراضي خلاله بالذرة الصيفي أو القطن أو النيلة. ويحمل أخيرا موسم الضميرة وهو فترة ارتفاع منسوب النيل، ويبدأ قبيل انقلاب الشمس الصيفي أو بعده مباشرة. وتزرع الأراضي خلاله بالذرة ثانية أو الذرة النشامي، فتتحفنا بموسم حصاد ثالث. ونشير إلى أن السكر يزرع في قسم كبير من الطيب، وأما الأرز ففي الأراضي المنخفضة بالقرب من المتوسط. يستخدم المصريون النورج لفصل حبوب الحنطة والشعير وتقطيع القش المخصص للعلق. والنورج يشبه الكرسي ويتحرك بواسطة دواليب معدنية صغيرة أو صفائح معدنية دقيقة يصل عددها إلى 11 صفيحة مثبتة إلى 3 محاور عربة سميكة، 4 منها في المقدمة و4 أخرى في الخلف و3 في محور العربة المتوسط. ويجعل النورج في دائرة ويقوم ثوران بسحبه بقرونهما. وأما الأدوات المستخدمة في الزراعة كالمحراث وغيره فبدائية بسيطة. تشغل الملاحة في مصر أفواجا هائلة من أبنائها، ومراكبي النيل أقوياء المنيب صلبوا الأعواد. يقوم هؤلاء بأعمال تتطلب منهم جهدا جبارا كالتجديف ودفع المراكب وقطرها، والابتسامة لا تفارق وجوههم، وهم يشغلون أنفسهم بالبناء عندما يأخذ عملهم منهم كل ما. والمراكبي الأكثر خبرة قادر على جنح مركبه بفعل التغييرات المستمرة في قاع النيل. وإنه لمن دواعي الضرورة أن يغوط المراكبيون في النهر ده في هذه الحالة لدفع مراكبهم بأكتافهم وظهورهم، فتندفع المياه إلى مقدمة المركب أكثر من مؤخرته بفضل قدرتهم على إيصال المركب إلى شاطئ الأمام، وتكون دفتهم واسعة جدا بالضرورة. وأفضل مراكب النيل هي تلك البسيطة الجميلة اللمينة الشكل البالغة 30 أو 40 قدما طولا، والتي تملك صاريين وشراعين مثلثين كبيرين وحجرة قريبة من المؤخرة ترتفع نحو 4 أقدام وتحتل ربع طول المركب أو ثلث. وتقسم هذه الحجرة في معظم المراكب إلى غرفتين أو أكثر، ويواجه النوتي الزوابع والعواصف التي تهب فجأة على المركب، والكثيرة الحدوث في النيل بإمساكه حبل الشراع الرئيسي بيده فيفلته عند استشعاره الخطر. ولا بد أن يتخذ الراكبون جانب الحيطة هذا مهما كانت الرياح خفيفة الهبوب.